سيادنا السلام عليكم. الايميل هو واحد الوسيله ديال الاتصال اللي منتشره بزاف وكاملين كنعرفوها، ولكن قبل من التواجد ديالو كان البديل هو تصيفط شي رساله لشي واحد في سيستم بوستال. فتقريبا كاين واحد التشابه نوعا ما بين هاد السيستم بوستال وما بين كيفاش البيسي كيصيفط وكيستقبل البيانات في الانترنت كل نهار. خليونا نقارنوا كيفاش كيخدم كل واحد منهم. كتعتبر الداتا اللي كتصيفط في الانترنت جزء مهم بزاف من الحياه اليوميه ديالنا، وهادشي ما كانش غادي يكون ممكن بلا الانترنت بروتوكول ادريس او اي بي ادريس. كاينه واحد الطريقه مفيده باش نفكروا في شنو هما هاد الاي بي ادريسز، اللي هي انه كتخدم بحال لي زادريس في السيستم بوستال. هادشي اللي كيخلي انه من الممكن المعلومات ديالك يوصلوا حتى لعندك، وبحال الشكل ديال السيستم بوستال فالامور ممكن انه تمشي شي مرات بشكل غلط، لكن ما علينا، خلينا نشوفوا هادشي كيفاش كيخدم. قبل ما نشوفوا كيفاش هادشي ممكن انه يغلط، فهاد لا فيديو غادي نتعلموا شنو هما الاي بي ادريسز ونكتشفوا كيفاش الكمبيوترز كيصيفطوا الداتا في الانترنت. غالبا غادي تكون تعلمتي كيفاش كيتكونيكطاو الكمبيوترز مع بعضياتهم باش يفورميو واحد النيتورك او واحد الشبكه، وكيفاش كيتكونيكطاو هاد الشبكات باش يشكلوا لينا الانترنت. فاش كنصيفطوا الداتا ما بين الكمبيوترز والانترنت، كاينه واحد الطريقه شائعه باش نفهموا هادشي، واللي هي انه الكمبيوترز هما ديستنيشنز اللي كيطلبوا كيتوصلوا بالداتا، والنيتوركس هما روتس اللي كتمشي الداتا في وسط منهم. اللي كيخلي هادشي ممكن هو الانترنت بروتوكول. الفيرسيون 4 والفيرسيون 6 هما حاليا اكثر جوج ديال المعايير اللي خدامين بهم الانترنت بروتوكولز. تفكر السيستم بوستال القديم مره اخرى، فاش كتصيفط شي بريه لشي صديق ديالك فراه كتحتاج لادريس ديالو، والا ما غاديش يقدر يتوصل بالبريه ديالك. البيسي كيخدم بطريقه متشابهه، كل بيسي في الريزو كتكون معطيه ليه واحد الاي بي ادريس. في البروتوكول فيرسيون 4 الاي بي ادريس كيكون فيها 4 اوكتي، وكيكون مفصول بيناتهم بنقاط، مثلا 192.0.2.2.35. بروتوكول فيرسيون 6 الاي بي ادريس كتكون كتكون من 8 ديال المجموعات ديال الهيكسا ديسيمال ديجيتس مفرقه بجوج ديال النقط. فاش كتصيفط الداتا في شي نيتورك فراه كتصيفط الداتا على اساس سلسله من لي ميساج كتسمى الاي بي باكيتس، معروفه ايضا بالسميه ديال الداتا جرامز. في مستوى اخر الاي بي باكيتس كتكون من الهيدر والبايلود اللي هو عباره على الداتا. نتفكروا عاوتاني السيستم بوستال القديم مره اخرى، فاش كتصيفط واحد الرساله فانت ما كتحطش غير الادريس ديال السيد او السيده اللي باغي تصيفط له البريه ديالك، ولكن كدير حتى العنوان ديالك في حاله اذا ما وصلاتش الرساله ديالك وبغاو يرجعوها عليك. هاد الاي بي باكيتس هي نفس الحاجه، فهي كتحتوي على destination اي بي ادريس و source اي بي ادريس، يعني الوجهه والمصدر. هاد لي زادريس كتكون في الهيدر مع شي معلومات اخرى اضافيه باش يساعدوا باش يديليفر الباكيت. وهاد البايلوت كيحتوي على الداتا ديال الباكيت وشي حاجه من البروتوكولز الاخرين اللي غادي ندوي عليهم دابا شويه. اوكي، كنت ذكرت قبل انه شي مرات الامور ممكن تمشي بشكل غلط في السيستم بوستال التقليدي ياك. فاش كتصيفط بزاف ديال البريات لشي صاحبك فمن المحتمل انهم يوصلوا مخربقين، وكذلك ممكن انه شي باكيت يوقع ليه شي ضرر، والا كنتي فريمون منحوس فراه يقدر ما يوصلوش كاع هاد البريات هادو. هاد الحوايج ممكن كذلك انها توقع للاي بي باكيتس، حيث ممكن انهم يجيو ما منظمينش او مدمجين او انهم يتلفوا في وسط ديك الرحله ديالهم. باش تحلوا هاد المشكلات البايلوت بورت ديال الباكيتس كيتكونوا من دي بروتوكول وحدين اخرين، يمكن لك تفكر فيهم بحال شي ميساج اخر في وسط البايلوت ديال اي بي باكيت. جوج ديال البروتوكولز اللي معروفين بزاف هما ترانسميشن كنترول بروتوكول اللي هو تي سي بي، واليوزر داتاجرام بروتوكول اللي معروف باليو دي بي. تي سي بي يمكن ليه انه يحل كاع ثلاثه ديال المشاكل اللي كنا ذكرنا قبل، ولكن غادي يوقع واحد التاخير صغير فاش كنصيفطوا الداتا. هاد البروتوكول كيتستعمل فاش كنصيفطوا الداتا اللي خاصها توصل بشكل صحيح وترتيب صحيح بحال التكست او التصاور. اليو دي بي كيحل المشكل ديال الكوريبت باكيت، ولكن باقي من الممكن انه يوصل هاد الباكيت بطريقه ماشي مرتبه ولا ما يوصلهاش كاع.
كيخدم هاد البروتوكول باش يصيفط الداتا اللي ممكن أننا نتسامحو مع الفقدان ديال شي بيانات فيها بحال لي زابيل فوكال أولا لايف فيديو ستريمين. هاد جوج ديال البروتوكولز فيهم payloads اللي كيكون الداخل ديالهم كذلك بروتوكولز وحدين أخرين. الانترنت كيخدم حتى هو بإنترنت بروتوكولز بحال السيستم بوستال القديم. يمكن أنه تعاون هاد البروتوكولات في التأكد بلي الداتا اللي كتوصل كتكون مرتبطة وما كطيحش أو كتلف وسط هاد التنقل ديالها. فدابا وليتي قادر أنك تشرح ال IP addresses كاملين وكيفاش الكمبيوترز كيصيفطو الداتا في الانترنت.